نتوجه به إلى المجتمع الوهراني. وما أقوله نحن نعمل بكل نية وبكل صدق وبكل إخلاص فمنذ تنصيب الدولي على مستوى الولاية، وأنا أبذل كل المجهودات اللازمة من أجل الرقي بهذه الولاية وتوفير كل الإمكانيات التي تدخل في إطار يعني تحسين وضعية الساكنة في هذه الولاية. فما أقوله للساكنة هو تفهم الوضعية يعني الصعبة التي نحن نمر بها، وكذلك في غالبية الأحيان يعني بعض المشاريع قد نكون أعطينا يعني أهمية كبيرة إلى بعض المشاريع على حساب مشاريع أخرى، وهذا يعني حسب الأولويات. فأنا لما تنصبت على مستوى الولاية كان في تحفظ كبير بالنسبة للمشاريع وبالنسبة للمنشآت الرياضية اللي كانت تحتضن هذه الألعاب، والكل يدرك يعني مدى الرهان نتاع هذا إتمام هذه المنشآت. واليوم الحمد لله فبشهادة الجميع أننا وفقنا وما توفيقنا إلا بالله في الانتهاء من الأشغال، تقريبا كل الأشغال منتهية. واليوم يعني باشرنا كذلك عملية إسكان على مستوى الولاية. تعرضنا في غالبية الأحيان لانتقادات كبيرة من طرف بعض المواطنين، نحن ندرك أن إرضاء الجميع غاية لا تدرك، ولكن نحن نحاول وبقدر الإمكان أن نستجيب إلى كل متطلبات المواطنين والمواطنات. الذين لم يستفيدوا هذه المرة سيستفيدون في المرات القادمة إن شاء الله، وأولئك الذين يطالبون بالإنصاف ويقولون أننا ظلمنا، أنا أتعهد مع الجميع أننا سنجد الوقت اللازم والكافي من أجل دراسة كل الملفات، ومن أخطأنا في حقه سنصحح كل هذه الأمور. فنقول لهم اصبروا معنا برك، يعني الورشات كبيرة والعمل كبير وكبير جدا. في بعض الأحيان قد يعني يشوفوا الناس باللي بشرنا مقصرين، ولكن احنا ما نجم مقصرين، لم نقصد هذا أبدا، ولكن بلقيناش الوقت اللازم والكافي من أجل دراسة كل الملفات. سنحاول إعادة ترتيب البيت، سنحاول إن شاء الله أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة حتى ننصف كل مواطني هذه الولاية.